هل يمكن أن يتحول اسم مدرب وطني إلى حديث يومي داخل أروقة ناد بحجم ريال مدريد؟ هل ما يتداول مجرد إشادة عابرة؟ أم أن خلف الكواليس شيء أكبر يطبخ بهدوء؟ في الأيام الأخيرة خرج الصحفي خواكين ماروتو بتصريحات أثارت الكثير من الجدل، حيث أكد أن اسم وليد الركراكي يتداول داخل مركز تدريبات النادي في فالديبيباس بشكل لاثع، بل إن الحديث عنه حسب نفس المصدر أصبح أكثر حضوراً من اسم مدرب كبير مثل جوزيه مورينيو. التصريحات لم تتوقف هنا، بل أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد تحمل تقييماً إيجابياً جداً لتجربة الركراكي، خاصة بعدما قدمه مع المنتخب المغربي من شخصية قوية وانضباط تكتيكي وقدرة كبيرة على تحفيز اللاعبين في أصعب الظروف. إذا وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فأنت من القلة التي تبحث عن الحقيقة وليس مجرد عناوين. في هذه القناة لا نقدم إشاعات ولنركض خلف الترن، بل نبحث، نحلل، ونعتمد على مصادر موثوقة لنقدم لك الصورة كما هي. كل خبر تشاهده هنا مبني على معطيات حقيقية وتحليل عميق بعيد عن التضليل والتهويل. إذا كنت تريد أن تبقى دائما في المقدمة وتعرف ما يحدث قبل الآخرين، فهذه القناة صممت لك. اشترك الآن وفعل الجرس، لأن القادم أقوى، والتفاصيل التي لا تسمعها في أي مكان ستجدها هنا. لكن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه الآن: هل هذا مجرد إعجاب أم بداية اهتمام حقيقي؟ عند تحليل المعطيات يبدو أن ما يقال داخل فالديبيباس يدخل في إطار التقدير المهني أكثر من كونه مفاوضات فعلية. النادي الملكي معروف بدقته الشديدة في اختيار المدربين، وغالبا ما يعتمد على أسماء ذات خبرة طويلة داخل البطولات الأوروبية الكبرى. ومع ذلك فإن بروز اسم ركراكي في هذا السياق ليس أمرا عاديا. الركراكي لم يلفت الأنظار فقط بالنتائج، بل بأسلوبه القيادي، قدرته على خلق مجموعة متماسكة، وشخصيته القوية التي تجمع بين الصرامة والذكاء في التعامل مع اللاعبين. إضافة إلى ذلك فإن إجادته لعدة لغات من بينها الفرنسية تعزز من صورته كمدرب قادر على التعامل مع بيئة متعددة الجنسيات مثل غرفة ملابس ريال مدريد. ورغم كل هذا لا توجد إلى حدود الآن أي مؤشرات رسمية تؤكد وجود مفاوضات أو نية مباشرة للتعاقد معه. ما يحدث أقرب إلى مراقبة عن بعد أو إعجاب مهني قد يتطور مستقبلا، وقد يظل مجرد تقدير عابر. الخلاصة أن اسم وليد ركراكي دخل دائرة الضوء الأوروبية من أوسع أبوابها، ووجوده في نقاشات ناد بحجم ريال مدريد هو في حد ذاته إنجاز. أما مسألة انتقاله إلى هناك فهي قصة أخرى لم تكتب فصولها بعد، لكنها بالتأكيد أصبحت ممكنة أكثر من أي وقت مضى. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.